انا مبسوط جدا ان الناس بتعيد اكتشاف طبيعة الرئيس السيسي من اول وجديد، وبيشوفوا فيديوهاته القديمة وبيشيروا خطاباته. ناس عمري ما كنت اعتقد ان هم يأيدوه. النهاردة الزمن بينصفوا قدامهم. مبسوط ليهم، مبسوط لكل واحد بدأ يكتشف قد ايه الراجل ده وطني، قد ايه شيلته كانت تقيلة، وقد ايه بيتحمل وتطاول وكذب وتلفيق وتنمر وشتيمة بمنتهى الصبر والثبات الانفعالي. لسه الزمن هينصفه اكتر واكتر، وهتعرفوا قد ايه الراجل ده متواضع ومثابر ومش بتاع شو، بتاع شغل جدا جدا جدا، وقد ايه هو مؤمن بالله عز وجل وبيتحلى بالحكمة والتريث والتمهل. الزمن هينصفه اكتر، وهتعرفوا قد ايه الراجل ده قلبه على شعبه وعلى ارضه، انه بيبذل ما في وسعه عشان يعمل من بلدنا حاجه. انا عارف ان اوضاعنا الاقتصاديه صعبه، واننا مضغوطين بسبب عوامل داخليه وضغط مشاريع وعوامل خارجيه وحصار اقتصادي، لكن والله الناس ما هتعرف قيمه النقله اللي عملها في البلد غير بعدين. الزمن هينصفه اكتر واكتر، واتمنى من ربنا عز وجل يديله الصحه والعافيه وطولة العمر عشان الزمن ينصفه اكتر وهو عايش بينا، عشان ياخد التقدير اللي يستاهله وعشان هو يستاهله. انا بحب الراجل ده مش بس عشان رئيس بلدي، ولا عشان رحم البلد من سرطان اسمه جماعة الاخوان، ولا عشان نظف العشوائيات ونقل سكانها في مناطق محترمة، ولا عشان عالج اجباد المصريين من فيروس سي، ولا عشان عمر سينا وعسكرها، ولا عشان نظف بلدنا من الارهاب والتكفيريين من كل حاجة. مع ان كل حاجة من دول لوحدها تستاهل ان اروح ابوس ايده وراسه، احب على ايده واقول له شكرا. انا بحب الراجل ده لانه علمني على المستوى الشخصي حاجات كتير، اقلها الصبر والثبات الانفعالي والتصدق بالعرض. يعني مهما كان اللي حواليك غلطوا فيك بأبشع الاوصاف ما تردش، وكمل شغلك لوجه الله سبحانه وتعالى. واكتر حاجة اتعلمتها منه بجد يقينه بالله وايمانه بتوفيق ربنا في كل خطوة، حتى لو ظاهريا كل الظروف والمعطيات عكسه. ربنا يحفظه ويوفقه ويطول في عمره، ويشوف ثمار تعبه ويحصدها جميعا لشعبه على حياة عينه. ان شاء الله الناس هتشوف مدى صدق هذا الرجل وتفانيه ووطنيته، وربنا يرزقه البطانة الصالحة ويبعد عنه الفسد والمنتفعين والخونة. اللهم امين يا رب العالمين. امنوا ورايا في الكومنتات.